اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. والنهاردة معانا مشروب شتوي جميل جدا جدا جدا، وهو السحلب. طبعا مفيش حد من مصر ما بيحبوش، معرفش بقى اصحابي في الدول العربية وبره مصر بيعرفوه ولا لا. هو البودرة بتاعته بتبقى عبارة عن دقيق رز ونشا وفانيليا وسمسم، بيبقى خلطة كده. بس الحقيقة انا شارياها جاهزة من حلو الشام، لكن في ناس بتعرف تعملها في البيت. النهاردة هنعمل مقدار كوباية واحدة، وطبعا تقدروا تزودوا المقدار على حسب الرغبة. هنحط الاول اللبن وهو ساقع عادي، وبعدين نمسح كده اي حاجة لو وقعت عشان متتحرقش على النار. وكل كوباية بنحط عليها معلقتين صغيرين مليانين من السحلب، وبنقلبه على البارد قبل ما نحطه على النار. لازم يدوب كويس جدا على البارد، لان لو اتحط على النار هيبقى مكلكع ويطلع حتت نشا كده في البق، واحنا بنشربه بيبقى مش حلو خالص. لازم يتدوب كويس. وبعدين هنجيب السكر ونحط على حسب الرغبة. طبعا انا بنتي بتحب السكر بتاعه كتير شوية، فهنحط السكر على ذوقها. ندوب السكر كويس، وبعدين هنرفع كل المقدار على النار. نشغل البوتاجاز. طبعا انا في مطبخ والدتي، لان احنا النهارده الاثنين في وسط الاسبوع. انا بروح البيت يوم الاربع بالليل او يوم الخميس الظهر، فطبعا اي فيديوهات في الفترة دي بتبقى هنا. ده مطبخ والدتي. كده هندوب كويس جدا السكر. طبعا السحلب داب خلاص، وهنسيبه لحد ما يغلي ويعمل القوام بتاعه. بس في حاجة سودا هنا، معلش هنشيلها. طبعا كل ما كان متوسط السمك كل ما كان احسن، ولا يبقى تقيل قوي وسميك زي المهلبية، ولا يبقى خفيف زي اللبن المية كده الخفيف. وطبعا كده اهو بدأ يغلي، شايفين معايا واضح بدأ يغلي، والقوام بتاعه جميل جدا، ولا تقيل ولا خفيف اهو شايفينه كده. خلاص هنطفي عليه، خلاص بيغلي جامد اهو. هنطفي النار ونروح نصبه في المج بتاعه هنا. هنصبه في المج، وممكن نجمله بالمكسرات، وممكن نسيبه كده سادة. فهنجمله بشوية مكسرات مطحونة. ده لوز على عين جمل على بندق محمص اهو، هنحطه على الوش كده، مش كتير يعني بس يبقى شكله جميل. وبكده نكون عملنا احلى كوباية مشروب السحلب السخن الجميل اللي بيدفي قوي. وبالهنا والشفا، واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.